ازيك يا ست البنات يا غالية؟ ازيكم جميعا يا اجمل متابعين في الدنيا؟ منورين القناة. قبل ما نبدأ كلامنا وقبل ما نغوص في اعماق المشكلة اللي الكل بيعاني منها في صمت، لو لسه ما اشتركتيش في القناة يا ريت تدوسي على زر الاشتراك وتفعلي الجرس. صدقيني الكلام اللي هنقوله النهاردة مش مجرد فيديو بتشوفيه ولا كلام بتسمعيه، دي بداية طريق جديد لحياتك. وعشان نكبر عيلتنا ونوصل لكل بيت محتاج كلمة تفرق معاه، خليكي معايا للآخر، لأن كل دقيقة في الفيديو دي هي رسالة موجهة ليكي شخصيا. عايزاكي تسألي نفسك سؤال صادق وواضح: انت حاسة ان الموبايل ده جزء من ايدك؟ حاسة ان اليوم بيعدي منك زي الرمل بين صوابعك؟ بتفتحي الموبايل علشان تطمني على حاجة او تشوفي حاجة سريعة وفجأة بتلاقي نفسك دختي في بحر من الريلز والبوستات واخبار الناس اللي ما تعرفهمش، وساعات بتضيع من عمرك ومن تربية ولادك ومن بيتك ومن راحتك النفسية. انا النهاردة مش جاية اقولك كلام احرمك بيه من التكنولوجيا، احنا جايين نسترد حياتنا، نسترد تركيزنا، نسيطر على وقتنا اللي اتسرق مننا وسط الزحمة. ليه مش بنعرف نسيب الموبايل؟ الموضوع مش ضعف إرادة زي ما بيقولوا، الموضوع أكبر بكتير. في ناس عباقرة شغالين 24 ساعة علشان يصمموا تطبيقات تخطف عقلك، كل ما تقلبي لتحت بتطلعي حاجة جديدة، مخك بياخد جرعة دوبامين صغيرة زي اللي بياخد مكافأة. العقل بيتعود على ده فبيطلب أكتر، وبنلاقي نفسنا دخلنا في دوامة من التشتت والكسل. الكسل اللي بتحس بيه ده مش كسل جسماني، ده إرهاق عقلي من كتر المدخلات اللي بتاخديها في دقايق. احنا بقينا نعيش حياة متجزأة، بننتقل من فيديو طبخ لفيديو ضحك لخبر حزين لترند تافه، كل ده في 5 دقايق. ده بيخلي مخك مش عارف يركز في حاجة واحدة. فبالتالي لما تيجي تقومي تعملي مهمة بسيطة زي انك ترتبي بيتك او تذاكري لولادك، بتحسي ان المهمة دي جبل تقيل، لان مخك اتبرمج على السهل السريع. وعلشان تقدري تخرجي من النفق ده لازم تحطي خطة عملية، مش مجرد نصايح بتسمعيها وبتنسيها، بنود تطبقيها في حياتك اليومية. أول بند عايزة أشاركك بيه هو خطة الإنقاذ، وهو خلق فجوة الأمان. إيه الكلام الكبير ده؟ يعني إيه؟ يعني مش إنك تمسحي كل التطبيقات، الحل إنك تصعبي المهمة على عقلك. لما تحطي الموبايل في أوضة تانية انت بتدي فرصة لعقلك انه يهدى. جربي قاعدة ساعة الصباح، يعني اول ما تصحي ممنوع تلمسي الموبايل لمدة ساعة كاملة. اشربي قهوتك او كوباية الشاي بلبن بتاعتك ايا كان، وشوفي ولادك ورتبي يومك، وده طبعا بعد ما تقومي وتصلي وتقولي اذكارك. وبعدين اعملي روتينك الخاص من غير وش العالم الخارجي. الموبايل بيسرق طاقة الصباح اللي هي اهم طاقة في يومك. لما تبدأي يومك بتقليب السوشيال ميديا انت كده بتبرمجي مخك على الشتات طول النهار، يبقى مشتت. اكسري القاعدة دي وهتشوفي فرق في هدوء اعصابك وقدرتك على انك تنجزي المهام. البند التاني عايزاكي تطبقي تقنية المربعات الزمنية، يعني لازم انت اللي تسوق الموبايل مش هو اللي يسوقك. حددي وقت محدد للسوشيال ميديا، مثلا 30 دقيقة بعد الغداء، 30 دقيقة قبل النوم، وبقية الوقت الموبايل مش موجود في ايدك. لما تخصصي وقت انت بتكسري اللاوعي في الاستخدام. لما تعرفي ان فاضلك 10 دقايق وتقفلي، عقلك بيبدأ يحدد هو محتاج ايه بجد. ده بيخليكي تتابعي اللي يهمك بس، وبيريحك من الزحمة اللي ملهاش لازمة. كمان البند التالت استبدال المحتوى بالمهام، يعني الكسل في إنجاز المهام بيجي لما نحس إن العمل تقيل مقارنة بمتعة الموبايل. طبقي قاعدة ال5 دقايق، أي مهمة وراكي قولي لنفسك هعملها لمدة 5 دقايق بس. فلما بتبدأي حاجز الخوف والكسل بيتكسر. الموبايل بيخلينا نأجل لأننا خايفين من المجهود، لكن لما بتبدأي بتلاقي إن الإنجاز نفسه بيدي طاقة أكبر من أي فيديو تافه ممكن تشوفيه. الإنجاز هو اللي بيخليك تحس بقيمتك مش اللايكات ولا المشاهدات. الحاجة الرابعة اللي عايزة أقولها لك
هو تطهير البيئة الرقمية. يعني تسألي نفسك يا ترى الحسابات اللي بتابعها بتضيف لي حاجة، بتخليني أحس بالرضا ولا بالتقصير؟ لو بتتابعي ناس حياتهم كلها مثالية ومصطنعة وبتقارني نفسك بيهم، فأنت بتدمري نفسيتك بنفسك. الغي متابعة أي حد بيحسسك إنك قليلة أو إن حياتك ناقصة. استبدلي ده بحسابات بتعلمك مهارة أو بتديك طاقة إيجابية حقيقية. الموبايل بتاعك ده حديقتك، انت اللي بتختاري ايه اللي بتزرعي فيه، فخليكي ذكية في الاختيار. كمان عايزاكي تتعلمي قاعدة الوعي باللحظة الحالية. يعني كتير بنكون ماسكين الموبايل واحنا قاعدين مع اولادنا او احنا بنطبخ او احنا بنحاول نسترخي، وده بيخلينا حاضرين غايبين. جربي لما تكوني مع اولادك الموبايل يكون في اوضة تانية، وركزي في تفاصيل وشوشهم وفي كلامهم وفي ضحكتهم. الحاجات دي هي اللي بتبني ذكريات حقيقية. لما تلاقي ايدك بتمتد تلقائيا للموبايل، اسألي نفسك انا بعمل كده ليه؟ انا بجد محتاجة الموبايل دلوقتي ولا ده هروب؟ الوعي ده هو اول خطوة للتغيير. كمان حاجة سادسة عايزة اقولها لك، هو التعامل مع الفراغ. المشكلة اننا بنخاف من الفراغ وبنخاف من اللحظات اللي بنقعد فيها مع نفسنا. بنحس اننا لازم نملى كل لحظة بحاجة حتى لو كانت تافهة. جربي اقعدي مع نفسك 10 دقايق من غير اي مؤثرات، من غير موبايل، من غير تلفزيون. في البداية هتكون تقيلة وهتحسي بملل، بس بعد كده هتكتشفي ان الافكار الحلوة والخطط الكبيرة بتبدأ لما تدي لعقلك فرصة يتنفس. صدقوني يا جماعة التليفون بيأثر فينا جدا. الحادثة اللي لسه حاصلة من كام يوم الخاصة ببسنت سليمان، انا شخصيا لما تابعتها وحبيت ان انا اسرش عنها اتأثرت بيها نفسيا لمدة 3 ايام حرفيا. لا عارفة انام وبفكر فيها كتير وبقول ايه اللي وصل سيدات كتيرة كده بالطريقة دي الى انها تفكر في الانتحار. وخصوصا بعد ما شفت تعليقات كتيرة جدا اكتشفت فيها ان ستات كتيرة جدا بتعاني. ادركت ان المصيبة الكبيرة جدا هو البعد عن ربنا. طب البعد عن ربنا ليه يا جماعة؟ والله من مسكة الموبايل. احنا بقينا في زمن الموبايل مش قادرين نسيبه، بقى عامل زي الرضعة اللي هو بمجرد ما نسيبه لا هو راح فين. والله الموبايل بمجرد ما نسيبه لمدة ثواني او دقيقة انشغلنا بحاجة بنبقى عايزين ناخده معانا او ندور عليه بعينينا هو فين راح، مش قادرين نستغنى عنه. ودي مصيبة، وهو ده اللي بيخلينا نبعد عن ربنا. وبعد عن ربنا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هتبدأ المشاكل والواحدة تبقى مخنوقة ومكتئبة ومهما كانت عندها من إمكانيات وحياتها مرفهة، لأن القلب فارغ. عايزة أقولك إن رحلة التغيير مش سهلة، وهتقعي وتقومي وهتمسكي الموبايل بعد ما تسمعين دلوقتي وترجعي تندمي، وده عادي. المهم انك ما تستسلميش، انت قوية وانت اللي بتملك القرار. الحياة مش في الشاشة، الحياة في الايدين اللي بتشتغل، في العيون اللي بتشوف ولادها بتكبر، في القلب اللي بيدق بهدوء بعيد عن دوشة التنبيهات والاشعارات بتاعت الموبايل، في ساعة صفا مع نفسك. يا رب يكون كلام وصل لقلبك، ويا رب تكون بدايتنا سوا صفحة جديدة. لو الفيديو ده لمس حاجة جواك شاركيه مع صاحبة ليكي محتاجة تسمع الكلام ده. بشكركم جدا على وقتكم ومستنية اشوف تجاربكم في التعليقات. دمتم بخير واشوفكم فيديو جاي بإذن الله إن كان في العمر بقية. وخلي بالكم من نفسكم ومن وقتكم لأنه أغلى ما تملكوا.